السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وصحة جيدة إن شاء الله. النهاردة بحبة مانجا واحدة بس هنعمل أبسط وأشيك وألذ وصفة حلا بارد ممكن تجربيها وهترتب على قلوبنا في الحر ده. يلا يا حبايبي نعمل أحلى طبقات، كل طبقة أحلى وألذ من التانية. وبما ان احنا في موسم المانجا، يلا نشوف الحلا البارد الجميل ده والطبقات الجميلة الكريمي دي اتعملت ازاي. بس اللي بيشوفني لأول مرة منسيش يدعمني باللايكات، اللايكات والاشتراك في القناة. وتسلم ايديكم على كل اللي حطلي لايك واشترك لي في القناة. نشوف الحلا ده اتعمل ازاي. اول حاجة يا حبايبي، هنا معايا 3 كوبايات من عصير المانجا. المانجا ده انا عصرتها في الخلاط وحطيت عليها معلقتين من السكر. هنزل بقى ب3 معالق نشا هرميين على ال3 كوبايات من المانجا، وهنزل عليهم بمعلقتين من الدقيق. وهنقلب بقى كل المكونات بتاعتنا دي على البارد. وبعد كده هرفعها على النار ونهدي النار خالص علشان القوام بتاعي ما ده يفضل كريمي وما يكلكعش فيه. وهنضربها على على النار. وخلاص بعد ما رفعناها على النار بقى القوام بتاعي بالطريقة دي كريمي خالص. خلاص جهزنا اول طبقة. هنجيب بقى البولات بتاعتنا او الكاسات، وهنبدأ ننزل باول طبقة في الكاسات بتاعتنا. هنجيب اي حاجة لها بوس كده وهنبدأ ننزل بصوص المانجا بتاعنا ده في الكاسات. وبعد ما خلصنا كده وملينا الكاسات بتاعتنا، هنبدأ بقى نسيبها تبرد خالص. وبعد ما تنزل على طول احنا هننزل بالخليط بتاعنا ده وهو سخن، مش هنستنى اما يبرد، هيبرد في الكاسات بتاعتنا. تمام. يلا نجهز الطبقة التانية من الحلا البارد اللي احنا هنعمله. هنحط 3 كوبايات من الحليب او اللبن في الكسرولة دي 2، وهنحط التالتة. هنزل عليهم بقى ب3 معالق من النشا، 3 معالق كده هرميين، ومعلقة واحدة من الدقيق. الدقيق ده يا حبايبي بيخلي القوام بتاعي كريمي. وبعدين هنزل بمعلقتين من السكر للتحلية. وهنقلب برضو كل المكونات بتاعتنا دي على البارد، وبعدين هنرفعها على النار. هنقلب كده لحد الدقيق والنشا ما يختفي تماما في الحليب. وبعد كده خلاص اول ما يبدأ القوام بتاعي يتقل، هحط بقى معلقتين من الكريم شانتيه، بيديله طعم جميل جدا. وهنقلب كل المكونات دي معايا لحد القوام بتاعي ما يتقل، وهوريه لكم ازاي دلوقتي. وخلاص بسم الله ما شاء الله، شايفين القوام عامل ازاي؟ هنبدأ بقى وهو سخن كده هننزل على المانجا بتاعتي. انا سبتها في التلاجة لحد ما جمدت خالص. هننزل بالكريمة بتاعتنا دي، وهنعمل الطبقة التانية. هنخليها كده طبقات بالطريقة دي. وبعد ما خلاص وزعنا الكريمة او المهلبية على المانجا، هنبدأ بقى نعمل قطع من المانجا، وهنوزعها الطبقة التالتة كده على على الكريمة بتاعتنا. الوصفة بتاعتنا سهلة وبسيطة، وهنعملها وتقدميها حاجة شيك لضيوفك، وبسم الله ما شاء الله هتعجبكم جدا. يلا نقول
اخر طبقة هنعملها ازاي. هنجيب بولة وهنا معايا جيلي مانجا، هفضيه في البولة وهنزل عليه بنص كوباية مية سخنة بتغلي عشان حبيبات الجيلي دي تدوب معايا، وهنقلبها كده على البارد لحد الحبيبات الجيلي ما تختفي نهائيا. وكده خلاص اختفت معايا حبيبات الجيلي. هنزل عليها بقى بكوباية مية ساقعة خالص وهنقلبها بالطريقة دي. خلاص كده الطبقة الأخيرة جهزت معايا. هنبدأ بقى ننزلها على قطع المانجا، ويلا يا حبايبي قدموها وبالهنا والشفا. أحلى وأجمل حلا بارد هتقدميه لضيوفك وأفراد أسرتك. أسيبكم في رعاية الله وأمنه.